في هذه التصفيات للوصول إلى كأس العالم. نعلم أن 9 مجموعات هنا في أفريقيا، 9 منتخبات سوف تكون في الذي بقيادة وليد الركراكي اليوم، في عديد من الخيارات المميزة وعديد من الأسماء التي استعادها المدرب وليد الركراكي، المدرب الرائع جدا والذي قدم لنا كما قلت كرة قدم جميلة جدا ومنافسة مثيرة للكبار في كأس العالم الماضية. حراسة المرمى لدى المنتخب المغربي 1 ياسين بونو، في خط الدفاع 5 نايف أكرد، 6 رومان سايس، 3 نصير المزراوي، أشرف حكيمي 2 في الجهة اليمنى. وفي الجهة اليمنى هنا الكرة ملعوبة، في أول كرة ملعوبة لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة زاوية. المنتخب المغربي يدخل بطريقة مختلفة، المنتخب المغربي يريد أن يفاجئ تنزانيا، يريد أن يجعل له الكلمة الأولى. محترم كرة القدم هو من ينتصر. الله الله حكيم في أول كرة يسجل حكيم زياش، يأتي بهدف الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على وصول الأطراف، قوية جدا، صعب عليك، حامل الإطارات كرة قوية جدا، بإذن الله تكون ثابتة المنتخب المغربي ضربة من خلال هذه الكرة، هذه البداية قوية. يا سلام يا سلام يا سلام، حكيم زياش الذي يأتي بوسط الميدان يسجل من خلال الكرة طريقة قوية جدا حكيم زياش. الله في الراس دقيقة والكرة والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني يلقى الهدف الثاني في الماضية، نعم يلقى الهدف الثاني في اللحظة الماضية صحيح. يطالب بأمير عديدي الباق في الماضية. شوف هل فيها شيء؟ ربما يكون حكم المواجهة دفع اليمين في الماضية بديهية جدا كانت منها اللاعب الرائع جدا الذكية، اللاعب في بداية في منتصف المباراة الأول يسجل فيها حكيم الهدف الرائع جدا هو الهدف الوحيد في هذه المواجهة. أيضا كان لي حكيم يستلم يمسك الكرة تحت الريال، يمسك حكيم يا سلام حكيم جميلة في خطيرة الجول في خطيرة الجول. ثاني هدف يأتي ليوسف بن سعيد الذي نشوف البداية، تابع كبيرة التي كانت حكيم زياش يفتح مشوار هجمة قوية جدا للمنتخب المغربي، يسجل معها يوسف النصيري يا سلام على المنتخب المغربي. دوبلة الماضية تابع على الكرة الماضية حكيم زياش يا سلام على تمرير زياش واللمسة ليوسف بن سعيد، كانت الكرة عرضية من بلال لكن البداية الصناعة تبدأ بحكيم زياش، التمرير الأهم تكتب حكيم، التمرير الأمثل وهو يبدأ حكيم زياش، بعدها يسجل يوسف بن سعيد بمساعدة المدافع التنزاني ثاني هدف يفوز الأطلس في هذه المواجهة. حكيم زياش يشوف الكرة بلال حكيم الله الله يا سلام وصيلة مسار الخطوة يدخل يوسف بن سعيد قدام حكيم كرة الله كانت